السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض كلمات الترمينولوجي الميديكال ترمينولوجي، وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند حرف ال N. أول حاجة نيوريسيس أصاب، وقبل كده قلنا إن الأمراض النفسية تنقسم لسايكوزيس أمراض ذهنية، ونيوروسيس أمراض عصبية. وهنا مدرك بعض أنواع الأمراض العصبية زي الهستيريا hysterical neurosis، anxiety اللي هو القلق، phobic neurosis مرض أو عصاب الخوف. وفي أخدنا قبل كده في أنواع كتير للفوبيا زي social phobia اللي هو الرهاب الاجتماعي أو الخوف الاجتماعي، agoraphobia وstrangphobia. وفي لو دخلنا على النت اكتر من 150-200 نوع من الفوبيا. عصاب الوسواس القهري بنقول عليه obsessive compulsive. عصاب الاكتئاب depressive neurosis. وسواس فقط obsession. والobsession كنا قلنا قبل كده في محاضرة السيمتوماتولوجي افرق بين الاوبسيشن مجرد فكرة متكررة معايا كتير، مجرد ان هي بتتكرر في الصوت، لكن لو قمت وطوعت الفكرة دي وعملت اكشن ده اسمه compulsion. عشان كده على بعضه اسمه وسواس قهري. الوسواس هي مجرد افكار، وقهرية لان بقوم اعمل الاكت اكتر من مرة، زي اللي انا مش متأكد قفلت الباب ولا لا، فادخل انام على السرير ارجع اعمل تشيك على الباب، هنا obsessive compulsive. لكن لو بفكر بس وانا على السرير قفلت الباب قفلته، بعدين ارجع اعيد الفكره مره واثنين و10 و50، يبقى وسواس قهري obsessive compulsive. وسواس obsession ادراك orientation. في حرف البي هنلاقي فيه حالات الذهان paranoid status، ومن ضمن الأمراض الذهنية زي paranoid schizophrenia. خوف مرضي أو رهاب فوبيا. مرض باركنسونيز. شخصية personality. معالجة نفسية سايكوثيرابي. في محاضرة كاملة عن السايكوثيرابي، تقول لي أنواعه وأهدافه وبستخدمه ليه، والأدفانتج وديس أدفانتج لكل تايب في السايكوثيرابي. وهو من أنواع العلاجات النفسية علشان تعملني تأهيل للمريض، تعلمه تقدر تغير في السلوك في الأفكار وهكذا. عقاب punishment. تقرير report. إفاقة recovery. وكنا الريكفري دي ذكرناها قبل كده ان في ECT اللي هي العلاج بالجلسات الكهربائية او علاج ايقاع مخ، فيها 3 rooms: waiting room، ECT room، وريكفري روم اللي هي حجرة الإفاقة. في حرف الاس عندنا بعض الترمينولوجي: نوم sleep، ولو قلنا اضطراب في النوم هيبقى sleep disorder. اضطرابات النوم sleep disorders. فصام سكيزوفرينيا. وقلنا الفصام غير انفصال الشخصية. الفصام ده مرض ذهاني، يعني اضطراب في التفكير وفي المشاعر وفي السلوك، المريض بيبقى عندي في أعراض كتير متلخبطة. لكن انفصال الشخصية ده مرض عصابي وفيها عدة أشكال، ومنها ازدواج الشخصية. آثار جانبية زي الآثار الجانبية للأدوية مثلا side effects. عنف
violence violence violence. العنبر اللي بتحجز في المريض war war. أعراض انسحابية withdrawal symptoms withdrawal symptoms. انسحاب withdrawal withdrawal. ورشة عمل workshop workshop. وبكده نكون انتهينا من جزء النهاردة. أتمنى لكم الاستفادة.